عايزة تكوني صاحبة لولادك وفي نفس الوقت تحافظي على دور انك امهم، ومش عارفة توازني ما بين الدورين، وخايفة واحد فيهم يجي على حساب التاني. خليكي معايا في الفيديو عشان نعرف نعمل الموازنة دي ازاي، وتكون علاقتي بيهم علاقة صحية، واقدر اوازن ما بين اكون امهم واكون صاحبتهم. قبل ما نكمل ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وسيبي لي رأيك في الكومنتات. هو انا عايزة اكون صاحبة لولادي ليه؟ بابين تقدري تدخلي منهم عشان تعملي علاقة صداقة مع ولادك: باب الخوف وباب الحب. باب الخوف ان انا خايفة ما صاحبهمش لحسن يحصل حاجة، زي انا خايفة ما اكونش عارفة كل حاجة، وانا المجهول بالنسبة لي بيخوفني. انا خايفة لحسن لما يكونوا محتاجين نصيحة او بيعملوا حاجة غلط يروحوا ياخدوا النصيحة من اصحابهم، واللي اصحاب يبوظوا بعض. فهنا حب للسيطرة، انت خايفة الامور تفلت من تحت ايدك. وفي التالت ان ماما ما كانتش قريبة ليا، والعلاقة بيني وبين مامتي ما كانتش احسن حاجة، فانا خايفة العلاقة بيني وبين عيالي ما تكونش كويسة. ودي صدمات من الطفولة محتاجة تبصي عليها. لو عندك أي نوع من أنواع الخوف ده أو مخاوف تانية هي السبب اللي محركك عشان تعملي صداقة مع ولادك، افتحي ملف الخوف ده أول وتعاملي معاه عشان تدخلي من الباب التاني، باب الحب. أنا عايزة أفهمهم وأفهم مشاعرهم وأفهم أفكارهم وأعيش معاهم مراحل حياتهم مرحلة بمرحلة. لو لسه ما كتبتيش رأيك في الكومنتات عايزة تعملي علاقة صداقة ليه مع ولادك، انا بفكرك عشان تنزلي تكتبي تحت في الكومنتات، ومستنيه مشاركتك. ازاي بقى اعمل علاقه صداقه بيني وبين ولادي؟ اول حاجه التربيه رحله ليا وليهم. انا بربي نفسي وانا بربيهم، بصلح من نفسي وبهذبها عشاني وعشانهم، عشان الرحله تبقى رحله حلوه وممتعه لنا احنا الاتنين. احنا الاتنين بنتغير واحنا الاتنين بنتعلم، وعشان كده التربية رحلة مشتركة لكل أطراف التربية، اللي مسؤول عن التربية واللي بيتربى. الحاجة التانية اللي تخلي بالك منها إن التربية بالقدوة أكثر تأثيرا من التربية بالنصيحة. وتعالي بقى مع بعض نعرف إيه الخطوات اللي هنتعلمها عشان نعمل علاقة صداقة بين ولادنا، ونحافظ برضو على دور إن أنا لسه ماما. أول نقطة هي الاحترام المتبادل. أنا عايزة ابني يكون محترم معايا، أكون أنا محترمة معاه الأول. أنا دي باسمه، أشكره لما يعمل حاجة، أستأذنه لما استعمل حاجة من حاجته، أخبط لما أدخل عليه الأوضة، أقول له من فضلك أنا محتاجة منك تساعدني في كذا. أنا أتعامل معاه باحترام عشان هو كمان يتعامل معايا باحترام. النقطة التانية وهي نقطة مهمة جدا: الإنصات باهتمام. ابني بيتكلم أنا هسمعه باهتمام، ما اجريش أدور على النصيحة اللي هنصحها له، أنا بسمعه وبخليه يعبر أكتر. طيب وإيه كمان؟ إيه اللي عايز تقوله تاني؟ طب أنت حاسس بإيه؟ دايما وجهي السؤال أنت حاسس بإيه عشان تفهميه أكتر، وكمان عشان يتعود يعبر عن مشاعره ويعبر عن نفسه صح. فأنا بسمعه لغاية لما هو يخلص كلام، وبسمعه مش عشان ادي نصيحة. وبعد ما اسمعه واخليه يعبر عن نفسه، بسأله في الآخر انت محتاج مني ايه؟ لأن ممكن كل اللي كان محتاجه منك انك تسمعيه بس، مش انك تجري على النصيحة ولا تطلعيه غلطان. ولو قالك يا ماما انا محتاج رأيك، اديله رأيك بحب. انا من رأيي انك تعمل كذا، وبرضه اديله سماحية انه يشاركني. طب هل اللي بقوله ده متناسب معاه ولا لا؟ يقدر ينفذه ولا لا؟ طب انت ليك رأي تاني تقدر تعمله؟ طب انت حابب تجرب حاجة تانية؟ مش مجرد نصيحة ولازم تنفذها. النقطة التالتة لما اجي اقدم نقد، بقدم النقد او الانكار بتاعي على السلوك والكلمة، مش عليه هو. يعني في تصرف ما اقول له التصرف ده انا ما احبش ان انت تعمله، مش انت كلك على بعضك غلط. فخلي النقد يكون نقد رحيم. النقطة الرابعة ودي نقطة مهمة جدا في العلاقة ما بينكم: تفعيل الحدود الصحية. أنا حابة أسمعك جدا وأحب أسمع كلامك، بس الصوت العالي مش مقبول. أنا كده بفعل الحدود ما بيني وما بين ابني. النقطة الخامسة: تقديم الحب بدون شروط. مش لازم يكون عمل حاجة عشان أقول له بحبك أو أحضنك أو أمدح حاجة في شكله أو في تصرفاته. مش أنا رايحة جاية كده بحب في عيالي،
بدون شروط ولا بدون مقابل، ولا بقول له انا بحبك عشان في طلب وراها. قدمي الحب والاهتمام والدعم بدون ما يكون عشان نصيحة او عشان طلب. النقطة السادسة، ثقافة الاعتذار المتبادل. زي ما بيغلط وعايزاه يعتذر، كمان انا لما اغلط بقدم اعتذار. وده هيجي لو كنا عاملين النقط اللي قبل كده بتاعة الإنصات باهتمام، إن أنا هسمح لابني إنه لما يكون في حاجة مضايقاه هيجي يعبر عنها وأنا هسمعه، بدون ما أجري أدافع عن نفسي وأنت إزاي تقول لي كده، أنت إزاي تيجي تحاسبني. لا، أنا هسمعه وهعتذر، وهيكون نيتي إن أنا بصلح العلاقة بينا وبفهمه، وأقول له حبيبي أنت فهمت الموقف بشكل مش صح، أنا حابة إن أنا أوضح لك وجهة نظري واعرفك الموقف ده حصل ليه. ولو ما عندكيش سبب، انا اسفه ان انا زعلتك بدون ما كنت اقصد ان انا ازعلك، انا اسفه ان انا اتعصبت، كنت مضغوطه من حاجه وما كانش صح ان انا اعمل كده. الاعتذار مش بيقلل منك، لكن بيهذب نفوسنا ان احنا الاتنين نحترم بعض ونفعل الاحترام المتبادل اللي قلنا عليه في النقط اللي فاتت. وما تنسيش مراعاة الفرق السن والمراحل اللي بيمر بيها ابنك. بلاش كلمة انت لسه العيل الصغير المولود على ايدي، انت لحقت تكبر امتى؟ ولا فاكر نفسك عشان بقيت طولي هتكبر عليا. راعي ان هو كبر، وراعي المرحلة العمرية اللي هو فيها. في النهاية حابة أقولك إن التربية تفصيل، وإن كل طفل مش زي التاني، والطفل نفسه كل فترة محتاج تبص تاني على طريقة التربية وعلى علاقتكم مع بعض. حابة أشكرك إنك لسه مكملة الفيديو لغاية النقطة دي. شكرا جدا لاستماعك واهتمامك إنك تحسني العلاقة بينك وبين ابنك أو بنتك. ربنا يعينك ويقويكي على رحلة التربية، ويرزقك برهم في حياتك وبعد مماتك، ويعينك على حسن تربيتهم وتكوني قدوة حسنة ليهم. وشكرا انك ام بتسعى عشان تكون افضل لنفسها وكمان لولادها. انا لايف كوتش نهى ميدان، ويومك جميل.